السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله نبدأ مع بعض شرح وحل ملحق كتاب جيم الكتاب الصغير. نبدأ يا شباب الجزء الخاص بالامتحانات. بيكون عندنا في أول صفحة امتحان محافظة القاهرة، طبعا إدارة الجمالية. خلي بالك بقى امتحان تاني إعدادي بيبدأ معاك بسؤال سؤال نص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير، النص ده بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان، ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ انك تختار الإجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده موجود عندك في آخر الكتاب هتلاقيني بسيب لك السؤال ده، اقرا النص على مهلك وابدأ اختار الإجابات اللي قدامك دي، وابدأ بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل. طبعا سؤال مهم جدا وهو سؤال الديالوج، سؤال المحادثة. أهم حاجة انك انت تقرا المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا، بيعرفك المحادثة بتتكلم عن ايه. بيقول هنا شادي tells أحمد about his favorite subject. يعني شادي بيعرف أحمد عن طبعا مادته الدراسية المفضلة. خلينا نشوف كده. أحمد بيتكلم مع شادي وبيسأله What is your favorite subject؟ بيقول إيه هي يعني مادتك المفضلة؟ طيب أنا ما أعرفش، لازم أكمل بقى علشان أعرف. شادي رد عليه. أحمد سأله سؤال قال له because it's easy، يعني بسبب إن المادة دي سهلة. برضه لسه ما عرفتش، كمل برضه هتعرف. أحمد سأل كمان، كانت الإجابة I have English twice a week. بيقول أنا عندي إنجليزي مرتين في الأسبوع، يبقى المادة المفضلة هي الإنجليزي. طيب علشان كده مهم جدا تقرأ المحادثة قبل ما تحل. طب السؤال ده ممكن أجاوب أقول I like English، يعني أنا بحب الإنجليزي، وممكن أقول my favorite subject is English. الإجابتين صح، مادتي المفضلة الإنجليزي أو أنا بحب الإنجليزي. طيب إحنا قلنا I like English عشان بعد كده أحمد هيسأل سؤال، السؤال ده إجابته because it's easy and useful، بسبب ان ده طبعا ماده سهله ومفيده. طب خلي بالك بقى طالما الاجابه بدأ ب because يبقى السؤال ب why. تقدر تكتب why بس كده، لماذا يعني بتقول له، بيقول لك انا بحب الانجليزي فبتقول له ليه. ممكن تكمل وتقول do you like، طبعا ليه انت بتحب الانجليزي. خلينا نقول why do you like it، ليه انت بتحبه، والضمير هنا عايد على الانجليزي اللي فوق. قال عشان ماده سهله. طيب بعد كده احمد سأل سؤال، الاجابه على السؤال ده ان شادي قال له I have English twice a week. خلي بالك بقى لما تلاقي في الإجابة once a week أو twice a week، مرة في الأسبوع أو مرتين أو ثلاثة، أعرف على طول إن السؤال بادئ بيه how often، اللي هي كم عدد المرات، كم مرة يعني. فهنا بيقول له كم مرة بتاخد إنجليزي، يبقى يقول له how often، طبعا بيجي وراها do أو does. الفعل هنا هيبقى you، فطبيعي إنك تجيب فعل مساعد do اللي هو بتاع الجمع، فتقول لي how often do you have English lessons، كم مرة أنت بتاخد درس الانجليزي او حصه الانجليزي. فقال طبعا انا طبعا عندي انجليزي مرتين في الاسبوع. كم عدد المرات يعني اللي فيها عندك دروس انجليزي. طيب احمد قال له when do you study English؟ بيسال هنا امتى انت بتذاكر الانجليزي. تقدر تكتب اللي انت عايزه، تقول له مثلا always دائما، او خلينا نقول كل يوم مثلا. كل يوم يبقى هتقول له I study it اللي هو الانجليزي يعني انا بذاكره. نقول طبعا every day، ولو قلت twice a week صح، اي حاجه طبعا هتكون صح. خلينا نقول بنذاكره كل يوم طبعا. في النهايه قال له what would you like to be، ايه الحاجه اللي انت حابب تطلعها. تقدر تكتب اي وظيفه يعني، انا عاوز اكون مدرس، عايز اكون دكتور، مهندس، واللي انت عايزه. الاجابه I would like to be، خلينا نقول دكتور، يعني عايز ابقى طبيب. ولو كتبت طبعا an engineer صح. الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض، بتبدا معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال القطعه. طبعا اهم حاجه زي ما قلنا انك تقرا القطعه كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنبدا نقرا القطعه بتاعتنا علشان نحل عليها. بيقول هنا a large number of tourists come to Egypt every year. بيقول لك عدد كبير من السياح بيجي مصر كل سنه. بعد كده بيقول Egypt is one of the most important tourist countries in the whole world. بيقول ان مصر واحده من اهم الدول السياحيه المهمه في العالم كله. بعد كده بيقول every winter، كل شتاء، thousands of tourists يعني آلاف من السياح come from Europe and America to spend their holidays in Egypt. يعني كل شتاء يعني في آلاف من السياح بيجوا من أوروبا وأمريكا علشان يزورونا في الأجازة. طيب بعد كده بيقول لي زي enjoy، هم مين بقى؟ السياح، يبقى الكلمة دي عايدة على tourists. طيب هم بيستمتعوا ب sunshine ضوء الشمس and nature والطبيعة. It's cold in their countries. بيقول إن الجو يعني بيكون برد جدا في بلادهم. بيكمل بعد كده وبيقول لي they also visit Luxor and enjoy seeing our ancient monuments there. هم كمان بيروحوا الأقصر وبيستمتعوا بالآثار اللي موجودة هناك يعني. The pyramids الأهرامات، the Sphinx
وتمثال ابو الهول وستاتشوس اند تمبلز ار اوسم، والتماثيل والمعابد اللي هي بتكون اوسم يعني جميله او رائعه يعني. طيب بعد كده يا شباب بعد ما قرينا القطعه نبدا نحل عليها. السؤال الاول بيقول هنا What's the main idea of the passage؟ الفكره الرئيسيه للقطعه. عندك اكتر من فكره تقدر تتكلم عنها، هي طبعا كلها بتتكلم عن السياحه في مصر، فتقدر تقول Egypt and tourists، او تقول مثلا tourism in Egypt السياحه في مصر، او مصر والسياح، اي حاجه من الحاجات دي كلها هتكون صح. بعد كده بيقول What other places do you recommend for tourists to visit؟ ايه الاماكن اللي انت بتقترح ان السياح يزوروها في مصر؟ طيب تقدر تكتب اي اماكن هنا، ممكن اقول له ذا بيراميدز الاهرامات، بقول برضو سفنكس او ستاتشوس، او ان انا اقول مثلا لوكسور واسوان، دي اماكن ما لهاش في القطعه، يبقى الاهرامات وطبعا لوكسور اند اسوان، ولو كتبت الجيزه او كيرو كل دي اجابات صحيحه، الاقصر واسوان والاهرامات. طيب بعد كده بيقول لي هنا What does the underlined pronoun they؟ الضمير they اللي في القطعه ده بيشير الى ايه؟ طبعا احنا قلنا ان هو بيشير الى السياح اللي هم ذا تورستس، يبقى انت بتحل اسئله القطعه من خلال فهمك للقطعه. يبقى اخر اجابه عندي ان الضمير ده بيعود على تورستس السياح. بعد كده بيكون عندي اسئله اختياري على القطعه برضو بحلها من خلال القطعه. السؤال الاول بيقول هنا The weather in Egypt in winter is not the weather in Europe. الطقس في مصر في الشتاء طبعا بيكون أدفى من الطقس في أوروبا. أدفى دي اسمها warmer than. بعد كده بيقول لي هنا نقط tourists visit Egypt every year. السياح بيزوروا مصر كل سنة، طبعا كان بيقول عدد كبير من السياح، يبقى a lot of كثير من السياح. بعد كده بيقول لي the underlined word awesome means نقط. كلمة awesome دي معناها رائع، بتساوي بقى عندي في المعنى كلمة wonderful اللي هي رائع برضو. اللي بعده نكمل مع بعض. سؤال اختياري بيقول لي هنا you can catch a plane from نقط. سؤال سهل جدا، تقدر تركب الطائرة من طبعا المطار، مطار اللي هو airport، فهتقول لي هنا airport. واللي بعده بيقول هنا she is not so she can't hear you. طيب هي بتكون ايه؟ لذلك هي ما بتسمعش كويس، يبقى هي أصم. كلمة أصم اللي هي deaf. واللي بعده بيقول هنا please not sure that you write your email address correctly. من فضلك تأكد انك كتبت عنوان بريد الالكتروني بشكل صحيح. كلمة تأكد دي على بعضها كده اسمها make sure، فهتقول لي هنا make. واللي بعده بيقول هنا our an نقط usually has strong walls. طيب حاجة عادة بيكون ليها strong walls يعني حوائط قوية، جدران قوية، دي القلعة. كلمة قلعة بقى اللي هي كاسل، فهتقول هنا كاسل. واللي بعده بيقول هنا what is the name of the charity نقط you would like to donate money to. طيب ايه اسم الجمعية الخيرية اللي انت حابب تتبرع ليها؟ انا بتكلم هنا عن شيء غير عاقل، انا بوصفه، محتاج انا استخدم which لو ضمير الوصل غير عاقل. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا that building became نقط after the earthquake. طيب بيقول هنا المبنى اصبح ايه بعد الزلزال. طبعا بعد الزلزال المبنى هيكون بقايا او اطلال، بقايا دي اسمها ruins. اللي بعده بيقول هنا نقط it will rain tomorrow but I am not sure. طيب بيتكلم هنا بيقول ربما تمطر غدا ولكن انا مش متأكد. كلمة ربما دي اسمها maybe. اللي بعده بيقول هنا when you get on the bus you need to buy a ticket. لما انت بتركب اتوبيس انت طبعا مضطر انك تحجز تذكرة. خلي بالك بقى كلمة مضطر ان لما يكون الفاعل you ده جمع بتستخدم have، اما لو الفعل مفرد كنا قلنا has، فالصح هنا تقول لي have وهو مديك في الجمله to. بعد كده بيقول what not you think they are doing at the moment. طيب اوعى تتلخبط بقى، هنا بيقول لي what do you think، ده مصطلح على بعضه كده يعني ماذا تعتقد او ايه رايك، فاقول له هنا do. اللي بعده بيقول هنا نقط is someone who works for no money. قلنا قبل كده الشخص اللي بيشتغل no money بدون فلوس ده اسمه volunteer يعني متطوع. بعد كده بيكون عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال correct. السؤال الاول بيقول لي هنا where not you yesterday. خلي بالك بقى ده سؤال في الماضي. طيب did ما تنفعش عشان ما عنديش فعل في المصدر، امال ايه اللي ينفع؟ يا was يا where على حسب الفاعل. you هنا فاعل جمع هنستخدم where. طب معنى السؤال اين كنت امبارح، فتقول لي where you yesterday. طيب بعد كده يا شباب بيقول لي Luxor train قطار الاقصر نقط at 7 am every day. طيب القطار بيغادر الساعة 7 كل يوم، ده زمن مضارع بسيط. مضارع بسيط يا شباب أول حاجة تحدد الفاعل،
يعني لما تلاقي مضارع بسيط حط عينك على الفاعل، وافتكر بقى الفاعل ده مفرد، يبقى الفعل هنا هيجي اخره اس المضارع البسيط، فتقول لي leaves، بمعنى ان القطار بيغادر الساعه 7 كل يوم، فاقول له هنا leaves. اللي بعده this is my school not is far from my house. خلي بالك بيقول لك دي المدرسه اللي بتكون بعيده عن البيت، خلي بالك ده وصف، هو هنا بيصف المدرسه. قلنا المكان لما بنيجي نوصفه بنستخدم which، يبقى هنا اقول له which is far. اللي بعده بيقول هنا our football team will win because they are playing نقط. طيب فريقنا لكرة القدم هيكسب المباراة بسبب ان هم بيلعبوا، عايز يقول بشكل جيد. احنا اتفقنا لما يكون عندي فيه فعل في الجملة اللي بيصف الفعل الحال، طبعا حال او ظرف من كلمة good اللي هو will، طبعا ده لازم تبقى حافظه، الحال من good اللي هو will معناها بشكل جيد. بعد كده بيكون في عندنا سؤال باراجراف زي ما قلنا ان شاء الله اليومين الجايين دول هينزل مذكرة على القناة لتاني اعداد. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض، بيكون عندنا برضو امتحان محافظة القاهرة ولكن إدارة دار السلام، ده تاني امتحان عندك في كتاب جيم. بيبدأ بيه سؤال اللسن نص الاستماع. السؤال ده يا شباب زي ما قلنا عبارة عن نص صغير بنسمعه كويس جدا في بداية الامتحان، ومن خلال اللي احنا سمعناه بنختار الإجابات اللي قدامنا دي. طيب علشان النص ده موجود عندك في آخر الكتاب هتلاقيني بسيب لك السؤال ده، اقرا النص على مهلك وابدأ اختار الإجابات اللي قدامك دي، وهبدأ بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل، وهو سؤال الدالك سؤال المحادثه. طبعا اهم حاجه انك انت تقرا المحادثه كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا، بيعرفك المحادثه بتتكلم عن ايه. بيقول هنا رودينا is asking مريم about her daily routine. طيب محادثه مهمه وخدناها قبل كده. رودينا بتسال مريم عن روتينها اليومي. طيب هنا رودينا بتكلم مريم وبتسالها سؤال، بتقول لها do you have a daily routine مريم؟ هل انت عندك روتين يومي يا مريم؟ طيب احنا قلنا ان دو في اول السؤال معناها هل. طب احنا عرفنا من السطر اللي فوق ان هي عندها روتين، يبقى هجاوب عليها بيس زي ما اتعودنا يا شباب، هنقول يس كما وبعدين اليو بتتحول في الاجابه الى اي، وطبعا دو هتنزل زي ما هي، فهتقول لها هنا يس اي دو يعني ايوه عندي. طيب بعد كده سالتها سؤال تاني، ايه الاجابه عشان اعرف السؤال؟ مريم قالت لها I get up at 6:30 in the morning، يعني انا بستيقظ الساعه 6:30 الصبح. خلي بالك بقى ده وقت، لما اجي اسال عن الوقت يا اما بسال بيه when يا اما what time. خلينا نقول when اللي هي معناها متى، والفعل المساعد هنا هيكون do، لان الفعل في الاجابه في المصدر اللي هو get up ده مضارع بسيط، فهتقول when do you get up، الفعل في المصدر تاني بمعنى متى تستيقظي، بتصحي امتى، فقالت لها 6:30. طيب بعد كده هتبدا رودينا تسالها do you make your breakfast by yourself، بتقول لها بقى هل انت اللي بتحضري الفطار لنفسك؟ طيب انا ما اعرفش، لازم اكمل علشان اعرف. طب مريم هنا قالت حاجه، رودينا سالت على السؤال، الاجابه على السؤال ده انها قالت my mom always makes it for me، ماما دايما بتحضره ليا. فهنا هنرد بقى في رقم 3 ونقول لا مش انا اللي بعمله لنفسي، يبقى هنقول نو زي ما اتعودنا اليو بتتحول الى اي، طالما قلنا نو يبقى هننفي بقى نقول نو اي دونت، لا يعني مش انا اللي بعمله. طب السؤال هنا كان ايه؟ كان اجابته ان ماما دايما بتحضره، بسال عن عاقل، لما اجي اسال عن شخص عاقل بستخدم هو اللي هو من للعاقل، عايز تقول مين اللي بيحضره لك يبقى هو ميكس، طبعا ات هنا عايد على الافطار، او هو ميكس بريكفاست فور يو، مين اللي بيجهز الفطار ليكي او مين اللي بيحضره لك اللي هو الفطار يعني. فقالت لها ماما. في الاخر بقى رودينا سالتها وقالت لها how do you go to school every day، ازاي انت بتروح المدرسه كل يوم؟ بسال عن الكيفيه، يبقى هكتب في الاجابه هنا اي وسيله مواصلات، تقدر تقول باي كار بالعربيه او باي باص بالاتوبيس او اي وسيله طبعا. طيب بعد كده بيكون عندنا السؤال الثالث في الامتحان، طبعا سؤال مهم جدا، سؤال القطعه. زي ما قلت لك اهم حاجه انك تقرا القطعه. هنبدا دلوقتي نقرا القطعه بتاعتنا علشان نحل عليها. بيقول هنا teenagers المراهقين need many things to feel happy، بيقول ان المراهقين بيحتاجوا اشياء كتير علشان يشعروا بالسعاده. they should get lots of rest، طبعا لازم ان هم يحصلوا على الراحه يعني. they often don't sleep enough، بيقول ان هم ما بيناموش كتير but ولكن this is time in your life، الوقت ده من الحياه when you need a lot of sleep، بيقول هم ما بيناموش كتير والوقت ده تحديدا بيحتاج ان الواحد ينام كتير يعني. young people الشباب who sleep 8 to 10 hours a night are much happier، بيقول ان الشباب اللي بينام من 8 الى 10 ساعات بالليل دول بيكونوا يعني اكثر سعاده. بعد كده بيكمل في الصفحه الثانيه، الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض قرايه القطعه. بيكمل معايا وبيقول لي هنا teenagers المراهقين should be friendly، يجب ان هم يكونوا ودودين. it's good
to be alone sometimes. بيقول إنه جيد أو كويس إنك تقعد لوحدك أحيانا. but ولكن people need each other. ولكن بقى الناس بتحتاج لبعضها يعني. spend time with your family and also try to make new friends. بيقول إن القضاء وقت مع العائلة وكمان إنك تقدر تكون صداقات because this makes teenagers happy. الموضوع ده بيخلي المراهقين سعداء. بيكمل بعد كده بيقول لي teenagers need to go outside. المراهقين محتاجين إن هم يخرجوا. بيكمل وبيقول people الناس need nature to be happy. الناس كلها بتحتاج الطبيعة علشان تبقى سعيدة يعني. go to the desert ممكن تروح الصحراء or the river أو النهر or if you live in the city لو أنت عايش في المدينة go to a park. لو أنت عايش في المدينة تقدر تروح البارك اللي هو الحديقة أو المنتزه. they should help other people. كمان تقدر إنك تساعد الآخرين. بيكمل وبيقول لي when you do something kind for someone else لما تعمل حاجة طيبة أو حاجة كويسة لشخص آخر this makes you feel happy too. ده كمان بيخليك سعيد جدا. teenagers المراهقين should be grateful. لازم يكونوا شاكرين أو ممتنين للأشخاص الآخرين. بيقول لي هنا one of the best way أفضل طريقة to be happy عشان تبقى سعيد is to remember the good things إنك تتذكر الأشياء الجيدة in your life في حياتك and feel pleased about them. وكمان تشعر بالسعادة والسرور تجاهها. خلي بالك بقى بعد ما فهمنا القطعة وقريناها كويس جدا بنبدأ نحل أسئلة القطعة. السؤال الأول بيقول هنا What's the main idea of this passage؟ الفكرة الرئيسية للقطعة. القطعة كلها بتتكلم عن المراهقين. تقدر بقى تكتب هنا مثلا teenagers المراهقين. طيب عنوان تاني طبعا أي عنوان هنا هيكون صح. خلينا نقول إن احنا بنتكلم على teenagers المراهقين. What do the underlined each other؟ الكلمة اللي تحتها الخط اللي هي each other بتشير إلى إيه؟ طبعا كنا بنقول فوق يا شباب يعني الناس بعضهم البعض. يبقى هنا بتشير إلى الناس اللي هم people. فأقول له هنا people. بعد كده بيقول لي in your opinion في رأيك what's the best way to be a happy teenager؟ في رأيك ايه افضل طريقة تخلي المراهقين سعداء؟ طيب انت بترجع للقطعة. طبعا هو قال لي اكتر من حاجة. خلينا نختار احنا spending time اللي هو قضاء وقت with your family and also try to make new friends. لغاية هنا كده قضاء وقت مع العيلة وتكوين صداقات جديدة. وكمل برضو يقول لي because this makes teenagers happy. ده ممكن يخليك ايه سعيد. يبقى الجزئية دي كده يا شباب السطر الثاني في القطعة ده هيبقى إجابة السؤال رقم 3 في الأسئلة المقالية. السطر ده هنحطه هنا. طبعا مفيش مساحة إن احنا نكتب فأنت بقى تنقل من أول spend time لحد كلمة happy. طيب بعد كده هنكمل مع بعض. بيكون عندنا 3 أسئلة اختياري. بيقول لي هنا people should sleep not hours a night. الناس يجب إن هم يناموا. طبعا كان بيقول 8 ساعات على الأقل في الليل. يبقى أقول له 8 hours 8 ساعات. بعد كده someone who lives in the city can go to a not to enjoy nature. طيب الشخص اللي عايش في المدينة ده يقدر يروح فين علشان يستمتع بالطبيعة؟ كان بيقول يروح البارك اللي هو الحديقة أو المنتزه. واللي بعده بيقول لي grateful person is the one who not people. grateful person يعني الشخص الشاكر الممتن. ده الشخص طبعا اللي بيشكر الناس. يبقى thanks people. طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري. ده السؤال الرابع في الامتحان. سؤال مهم جدا طبعا. نبدأ مع بعض. السؤال الأول بيقول هنا You can only open this door in our not such as a fire. طيب تقدر إنك تفتح الباب ده فقط في حالة الطوارئ مثل الحريق. الحريق ده طارئة. يبقى أقول له هنا emergency. اللي بعده بيقول هنا We need to not our computer it doesn't work. طيب إحنا محتاجين نصلح الكمبيوتر بتاعنا هو مش شغال. لا يعمل. يبقى أنا محتاج أعمل له repair أصلحه يعني. اللي بعده بيقول هنا not is something you can see yourself in. الحاجة اللي انت تقدر تنظر لنفسك فيها. طبعا كلنا نقدر نبص لنفسنا في المراية. المرآة دي بقى اسمها mirror. فأقول له هنا mirror. بعد كده بيقول the not is an area of dry land. طيب منطقة بتكون جافة جدا. طبعا ده تعريف للصحراء. الصحراء دي اسمها desert. واللي بعده بيقول هنا if you are tired لو انت متعب Why don't you not rest؟ لو انت كنت تعبان لما لا تأخذ راحة؟ كلمة تاخد راحة دي اسمها have a rest. يبقى أقول له هنا have. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا Farmers grow a lot of oranges not the river. بيقول المزارعين بيزرعوا الكثير من البرتقال. عايز يقول بطول النهر. بطول النهر دي اسمها along.
اللي بعده بيقول هنا the river النهر doesn't have many fish because it's not. النهر ما فيهوش، خلي بالك بينفي، ما فيهوش سمك كتير بسبب انه ملوث جدا. ملوث اللي هي polluted، طبعا دي صفة. اللي بعده بيقول هنا علي was brushing his teeth when his father not. خلي بالك بقى من القاعدة دي، علي كان بيغسل سنانه. عندي هنا رابط اللي هو when، عندما بابا ايه بقى. احنا قلنا ان كلمة when يا شباب ده رابط بيجي بعد منه ماضي بسيط وقبل منه ماضي مستمر. في عندي هنا ماضي مستمر يبقى عايز ماضي بسيط اللي هو came، لما بابا جه يعني. بعد كده بيقول لي which is not the train or the plane. طيب انا عندي مقارنة هنا، ايهما عايز اقول اسرع، القطار او الطيارة. كلمة or هنا بتغني مكان than، فانا عايز الصفة اخرها er فاقول له faster، ايهما اسرع. واللي بعده my grandfather used to not tennis. طيب جدي اعتاد ان يلعب تنس. احنا قلنا ان كلمة used to دي بيجي وراها الفعل في المصدر، سهلة كده، المصدر بدون اضافات اللي هو play. بعد كده بيكون عندنا الجزء الخاص بالقواعد، هو طبعا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا I gave the shoes not are too small for me to my cousin. طيب بيقول انا اعطيت الحذاء، عايز اقول اللي طلع صغير لابن عمي. خلي بالك الحذاء ده غير عاقل، فالضمير بتاعه هو which، يبقى which او that بستخدمهم لغير العاقل، ممكن اكتب which او that. بعد كده the children are singing not in the playground. الاطفال بيغنوا، عايز اقول بازعاج في الملعب. احنا قلنا طالما عندي فعل يا شباب اللي بيصف الفعل الحال او الظرف، الظرف او الحال من loud اللي هو طبعا loudly بتحط لها في الاخر ال واي، بيغنوا بصوت عالي، بيغنوا بازعاج، يبقى loudly. بعد كده بيقول cheese is not from milk. طيب خلي بالك ده مبني للمجهول، هنا بيقول الجبنة بتصنع من اللبن، الجبنة بتصنع بيتم صناعتها. طيب إذا عايز وراها تصريف ثالث، التصريف الثالث من ميك اللي هو ميد، يبقى عايز أقول الجبن بقى بيتم صناعته من اللبن، يبقى ميد. وآخر حاجة بيقول لي did نهى نقط home. طب ده سؤال، احنا قلنا أهم حاجة حط عينك على الكلمة دي، did أو do أو does لما تشوفهم قول لي يا مستر بيجي وراهم الفعل في المصدر. المصدر من went اللي هو go، المصدر اللي هو الفعل بدون إضافات، يبقى did نهى go. بعد كده عندي سؤال باراجراف زي ما قلنا ان شاء الله اليومين الجايين دول تاني اعدادي هينزل لكم مذكره مهمه جدا هتشرح السؤال ده بالتفصيل على القناه.